اللهم بارك يا جماعه. ادي ده البانيه طبعا. يعني ارخم حاجه في البانيه ان هو يدولك البانيه رفيع، ما يدولك السمك تخين شويه بيبقى حلو في القليه. بصوا بقى كده، اللهم بارك اهو يا جماعه. دي البانيه ايه تاني اهو، ماشي بنفس الخلطه، ولا فيجيتار ولا الكلام ده كله. معاكي هنا مكرونه بالصلصه كده. بصوا كده اللهم بارك. بصوا ما شاء الله اللهم بارك يعني. طبعا ايه ننجي ايه دوت ده بقى مش البانيه ده، اللي هو الخلطة اللي بتفضل من البانيه وتحطي عليها الدقيق والحاجات دي كلها وتقليها. بيحبوها جدا، بتبقى حلوة قوي يا جماعة. ادي هو يا جماعة البانيه، ولا تحتاجي فيجيتار ولا اي حاجة. الدقيق مع البيكنج باودر مع النشا مع الكاري وكركم مع الملح مع كل حاجة. انا هنزل لكم الفيديو بتاعه. تمام كده. بصوا كده اللهم بارك يعني، اللهم بارك. بيطلع لك البانيه بالطريقه ديت. ولا هتحتاجي تحطي فيجيتار، ولا هتحتاجي تحطي اصل مش عارفه ايه ولا الكلام ده كله. وجيبي فيجيتار بالنوع الغالي ولا النوع الرخيص انه مش عارفه ايه، لا حاجه بتخلط معاه. لا، هتعمليه في البيت بالدقيق يا جماعه. مش هتحتاجي فيجيتار في البانيه خالص.